قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مريم، كيف حالك؟ ما رأيك أن نحدث زملائنا الطلاب عن إحدى القيم الإسلامية التي دعانا إليها الإسلام، وهي قيمة أو خلق الاحترام؟ حسناً يا محمد، سوف أقوم بتوضيح معنى الاحترام لإخوان الطلاب. فالاحترام هو قيمة إنسانية جليلة تعبر عن تقدير الشخص للآخرين، وتوجد صور عديدة للاحترام. يا محمد، هل تعرفها؟ نعم يا مريم، من صور الاحترام احترام الذات أولا، واحترام الصغير للكبير والعكس. فاحترام المعلمة في المدرسة، واحترام الوالدين، واحترام الأصدقاء والزملاء، كلها من صور وأشكال الاحترام. أصدقائي وزملاء الطلاب، بعد أن عرفنا قيمة الاحترام وحث الإسلام عليها، يجب علينا أن نلتزم بها لأنها من الأخلاق الإسلامية الحميدة، اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة عن خلق جديد من أخلاق الإسلام. مع السلامة. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا.